السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما اشوفكم بصحه وبخير. لو سالتوني بالنسبه لي تحب تاكل مهلبيه او بودنج ايه في فصل الصيف، اقول لكم المهلبيه ديت خطيره يا جماعه. تعالوا نشوف الطريقه، سهله جدا واقتصاديه. اول حاجه يا جماعه نبتدي ننزل بالحليب زي ما انتم شايفين كده، حليب فريش، عليهم معلقتين من الكريم جانتي، عجبتني قوي جانتي ديت، عليهم معلقتين كمان من النشا، وعليهم نص كوبايه من السكر البودر. عايز اقول لكم مهلبيه قيمتها الغذائيه عاليه جدا. هننزل كمان بكيس من الفانيليا ومع التقليب المستمر، سهله جدا. وكمان حوالي ربع كوبايه كريمه لباني. ما عندكيش كريمه لباني ممكن تشتغلي بكريم شانتيه، مفيش مشكله، نفس الموضوع. هنفضل نقلب كده يا جماعه لحد ما نوصل للقوام اللي انتم شايفينه ده، هو ده القوام المطلوب. حلو الكلام. خدي بالك بقى، دي اخر خطوه. هنضيف الليمون الفريش. اولا الليمون ما ينفعش يتحط على النار كتير لان فيتامين سي اللي فيها هيتكسر، مش هنستفاد بالفايده اللي فيه. كمان عشان ما يمررش مني، وربنا يكفينا شر المرار. قولوا امين في الكومنتات. بصوا يا جماعه، هنضيف دلوقتي الليمون الفريش، عصير 3 ليمونات او ليمونيه واحده اضاليا اللي موجوده متوفر عندك، مفيش اي مشكله. على فكره الليمون البلدي كمان المزازه بتاعته بتكون اعلى، فاستخدميه مفيش اي مشكله خالص. سيبيها على جنب بقى لحد ما تبرد، بعد كده قدميها في الكاسات. انا هزوق كمان ببشر الليمون، وعندي كريز وعندي ليمون سلايز. خدي بشر الليمون، القشره الخارجيه اللي بره اللي هي الخضراء او الصفراء، ما تاخديش البياض اللي تحت القشره عشان ما تديكيش مراره. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش اللايك والشير. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم.